سريعا كده كالعادة خلصت اجازتنا، بس الحمد لله قضينا كام يوم حلوين كده. فانت يا عزيزي لو انت ما عشتش معانا اليومين اللي فاتوا دول، لا انصحك تعيش من الاول معانا. بعدين تعالى نقضي اليوم ده سوا مع بعض. احنا خلاص النهارده اخر يوم لينا في المكان، واحنا بنودع بقى المكان وجهزنا حاجاتنا خلاص، لميناها كلها حطيناها في العربية. وتعالى ناخد مع بعض جولة سريعة كده في المكان. في ايه هنا؟ في دارتس. ملحقناش نلعب دارتس امبارح، بس هم عاملين دارتس وعاملين حتى باسكت بولز زي الكونكت فور مفسيه، وعاملين كمان اسمه ايه ده، سيرفنج بورد. عاملين سيرفنج بورد كمان. دي الاوضه الالعاب اللي عاملينها. وهنا بقى اللاندري موجود هنا. وده مخزن. بص دي الاوضه اللي تحت. دي الاوضه اللي تحتينا على طول، عامل لها تلاجة. هنا في حمام ليهم. ايوه 3 اوض، يعني اوضتين فوق اوضتين تحت زي ما انتم شايفين كده. وهنا المطبخ، عاملين مطبخ تحت كمان ذكاء. طيب تعالوا احكي لكم على الاير بي ام بي ده، عشان ده من احلى الاير بي ام بيز اللي احنا مثلا رحنا اير بي ام بيز كتير. هو احنا رحنا 2 بس، واحد كان فيه تجربه سيئه، ده فيه تجربه حلوه الحمد لله. اللي ليها الفضل يعني ان احنا نحجز في الاير بي ام بي ده هي اخت رنا شذا، وكمان العربيه دي اجرناها برده، كان شذا هي برده ليها الفضل ان احنا نأجر برده العربيه ديت. كمان هنا في مدرسه قدامنا، بصوا دي مدرسه مهمه قوي مهمه قوي. لو انتوا ولادكم عايزين تدخلوهم مدرسه وانتوا في الاجازه وعندكم مدرسه هي كمان قدامكم. مش انتوا يا جماعه عايزين تعرفوا المدارس عامله ازاي هنا في امريكا؟ ما بدهم يعرفوا. اكتبوا في التعليقات اذا كنتوا فعلا دي معلومه تهمكم ولا ما تهمكمش. ماشي في التعليقات بدهم تحت. يعرفوا نحن شو عم نعمل بالاجازه، وين طيب، أماكن ماشي. حلوه، شو اكلنا اكلات طيبه. ايوه اوكي، احكي لهم بقى يلا. ايه شو بدنا نروح ناكل هلا؟ عم يقولوا لنا انه في سينامون رولز هون كتير طيبين. سينامون رولز. أي. انت بتعملي سينامون رولز احلى. مهما دقنا انت بتعملي احلى، يعني انا حبيبي، عارف. ربنا يخليك. يعني دي حاجه ماشي. دي حاجه يعني انا معدتي ما تقدرش ان هي تخون الاكل اللي انت عليك. بتعمليه، يعني ما ينفعش. شوف الكلام الجامد. الله يخليك. طيب فايه رايك بقى في الاير بي ام بي اللي احنا كنا فيه ده؟ وايه رايك في الاماكن اللي رحناها امبارح؟ وايه اللي حابه تفيدي بيه الناس من طب تجربتك واحده يعني؟ واحده، مش نمشي واحده واحده. طب نمشي واحده واحده. اول حاجه طيب الاير بي ام بي كان كتير حلو وكتير مريح، بغض النظر انه يعني التخت مو هالقد مريحه يعني، بس انه اتس فاين. ايه هو؟ التخت بالعكس حسيت التخت احلى، يعني مريح زي الفنادق كده شويه. حسيتيش كده؟ انا ما كنتش حاسه بكده. المخده ما عجبتكيش ولا ايه اللي ما عجبكيش؟ المخده كانت مفسيه شويه، مفسيه شويه. يعني اوكي. خافسه. بس المرتبه هي اللي كانت رخمه شويه صح؟ المرتبة عشان للظهر يعني، عشان انت حامل بس بالظبط. فاكيد الموضوع بيبقى متعب شويه. ايه في ريحة أكل بس يعني بس إنه يعني فاسيلتيز كشغلات يعني موجودة بالإير بي إم بي، كان في تقريبا كل شيء نحن احتجناه يعني almost. وفي اير فراي يعني المطبخ عجبني انه كمان اتس ويل اكويبت، يعني فيه اير فراير وفيه مايكروويف وفيه كوفي ماشين انه محترم منيحه. وهنا حاطين لك كتير شغلات تانية تستخدمها، فيها قهوه وفيه حتى تركيب بيض يعني حاطين بيض وبيض انه جديد يعني صح. بالبراد وحليب من تريدر جوز وبتر وبانكيك ميكس وهيك شغلات، يعني انه الواحد اذا مزنوق بيلاقي شيء يسند فيه بطنه. فانه حلوه كتير كانت الضيافه تبعهم. كضيافه بنعطيهم 10 من 10. تمام. كنظافه يعني نحن بالنسبه لنا ممكن يكون مثلا 8 ونص. طبعا انتوا اصلا يعني اصلا نظافه يعني. ايه فيعني حلب يعني قوم حلب ما شاء الله. قوم حلب. يعني من 8 ل 8 ونص تقريبا. بس في شغلات هن يعني مثلا هن شركه التنظيف يمكن منهم انه في شغلات طلعناها معالق وشوك وهيك طلعوا وسخين، بس هن اصحاب البيت ما دخلوا، هن شركه التنظيف لانه هي اللي بتكون مسؤوله عن هالشيء. انا عاجبني النظام قوي اللي عاملينه، عاجبني ان هم عاملينك كانك بالظبط فعلا في فندق، يعني عاملين لك عاجبني جدا ان هم منظمين كل حاجه، حاطين لك الواي فاي وكل حاجه والدنيا كلها مرتبه، وعاملين كل سبل الراحه للكبار والصغيرين بحيث ان هم يستمتعوا بالفيكيشن بتاعتهم. فعجبني جدا. هم ليهم ويب سايت اسمه دروب ماي بين، ليهم في اوشيانو هنا يعني، وليهم في اماكن تانية كتيره، مناطق كتيره موجوده في كاليفورنيا هنا، فانتوا تقدروا تشوفوا اذا كان هم مغطين الاماكن ديت ولا لا، بس انصحكم يعني بيها. وحاجه تانية بالنسبه للعربيه، عشان تحجزوا عربيه ففي ابلكيشن اسمها تورو. دي ابلكيشن حلوه جدا، اخت رنا هي شاذة هي اللي اكتشفتها يعني، وحجزت لنا منها العربيه والحمد لله العربيه حلوه جدا. تويوتا اللي احنا جبناها تويوتا
تويوتا السينا حلوه قوي يعني، كبيره تاخد 7 اشخاص وبتشيل كمان، بتشيل حاجات كتيره جدا معاكم، وكان حلو يعني. كانت اخدت معانا في اليوم 3 ايام دول ب $319. والاير بي ام بي برضه نفس الحكايه، اير بي ام بي برضه 3 ايام دول $350. هم يومين دول $350 يعني. حلو يستاهل يعني. احنا بنقارنه باللي احنا رحناه اخر مره اللي كان في يوسيميتي، فده طبعا احلى منه بكتير. الا نشوف فكره موقع التورو، فكرته حلوه قوي. انتوا بتشوفوا العربيه انتوا عايزينها في الابلكيشن نفسها، وبعد ما تعجبكم عربيه معينه بتروحوا لغايه الشخص نفسه اللي هو صاحب العربيه، وهو بيكون سايبها لكم في مكان كده، اي مكان يعني، راكنها في اي حته تاني، ويقول لكم عليها ويبعت لكم اللوكيشن. اول ما توصلوا هناك على طول بيتبعت لكم زي بين كده تقدروا تفتحوا بيه العربيه، زي باسورد يعني. فهو الحلو على طول زي فكره اير بي ام بي كده، ان هو الشخص نفسه اللي بتتعامل معاه يعني، بالشركه هو الشخص نفسه. فممكن الناس اللي هي نفسها اصلا عايزه تعمل بزنس من الموضوع ده، تأجر عربيتها، ممكن تستغل جدا الموضوع ده. وفي نفس الوقت برضه يعني الناس اللي بتدور على عربيات وعايزه تلاقي عربيات كويسه وتبقى عليها ريفيوز كويسه وتطمن كمان العربيه في حاله كويسه يعني، وكل حاجه وامان للاسره يعني، فيبقى فعلا ابلكيشن كويسه جدا ليكم يعني. واحنا دلوقتي خلاص ماشيين من الاير بي ام بي، الاجازه اليومين دول عدوا بسرعه، فدلوقتي هنروح نشوف هنعمل ايه وهنعرفكم طبعا. بصوا يا جماعه، جمجمه سايقه لوحدها. جمجمه بعد ما خلصنا من الاير بي ام بي جينا هنا على المكان ده اللي هو اولد ويست سينامون رول. ده بيعمل سينامون رول زي بالظبط كده السينابون اللي احنا عارفينه يعني. هو حاجه لوكال محليه، ما بتبقاش حاجه ليها تشين، ما بيبقاش ليها فروع كتيره يعني. هم اصلا تخصص بس سينامون رولز يعني. فده المحل موجود هنا في اوشيانو. فاحنا دلوقتي هنجيب السينامون رول هندوقه مع بعض. بصوا دي الحاجات اللي عندهم، دي الحاجات اللي بيعملوها، بيحطوا افتكاسات فيها بقى يعني، حاجات فيها افتكاسات جامده كده. وهنا كمان بيبيعوا بقى سينامون رول ميكس، تاخدها وتعملها في البيت. بامكن سبايس رول، يا سلام. انا بعشق حاجه اسمها بامكن سبايس. ايوه بس انا بعشق حاجه اسمها بامكن سبايس. بيعمل هنا السينامون رول، بيقطعها بيعملها. فدلوقتي هندوقها مع بعض ونشوف اذا كانت هتطلع يا سلام ولا اي كلام. يلا بينا. جبنا واحدة بيكان اوريجينال وواحدة بيكان بالكريم تشيز. الوحدة بتكفي 3 أشخاص. مش قد لا البيكان كانت ب$4.5. both $10 مع بعض ايه. بس 4.5 تقريبا، والتوبينج زيادة $1. هي ليه تحس ان هي كانها بسبوسه مش كانها رول يعني، ناشفه يعني مش طريه. يلا طيبة. لا لا سينامون احلى. اي كلام يا جماعه. انا عارف لا مش اي كلام. انا عجبتني. انا عارف السينمائيته جاهزه. أنا أي خلاص كلام. يا فوفا. هي يلا لحظه بس. سلام. ماشي حالك. كم في تديها كم من 10 يعني؟ اديها 5 من 10. لا مش يا سلام ولا اي كلام. 5 من 10. ماشي الحال الكلام. ماشي الحال. بين البنين. ماشي الحال الكلام. من 5 من 10. الانغام. يعني 5 من 10 يا جماعه. ما بتستاهل كل الصيت اللي عم يعطوها اياه. يعني مش لازم تيجوا تجربوا يعني. سينابون احلى منه، بس ما تروحوش تجيبوا من سينابون عشان تقطعوا. شفت هي مقاطعة لانه مش هيك. بالظبط. هنا بقى احنا كنا في الساحل كده تمام، البحر اهو. احنا في بيزمو بيتش. فهنا في تأجير عجل، نأجر العجل. عندهم بيأجروا عجل، سيرف رينتلز وسيرف ليسونز وفيشنج بولز وفيشنج بات وبايك رينتلز. بكام بقى؟ How much is the renting for the bikes؟ المكان حلو قوي، الديزاين جميل جدا. عاملين باركينج لوتس هنا، ناس بتأجر العجل دي كمان، العجل دي كمان موجودة بيأجروها. طيب العجل اللي انتوا شفتوها دلوقتي ديت اللي هي لشخصين دي ب $30 في الساعة، والعجل اللي هي ل4 أشخاص دي ب $40 في الساعة. ده البيزمو بيتش. تعالى بقى نشوف نتفرج. بصوا عاملين حاجات حلوه قوي للاطفال هنا. ده ريزورت فاسبيرا ريزورت اون بيزمو بيتش ريزورت. هنا بقى عاملين حاجات حلوه للاطفال يلعبوا. بصوا الجمادان بجد حاجه حلوه قوي. البحر هنا بقى في اسواق، هناك في اسواق ومطاعم وكافيهات في الارنا اللي هناك ديت، في المنطقه اللي هناك ديت. يعني الكلاب اللي تمشي في الحته ديت. وهنا بقى عاملين ممشى على البحر نفسه على طول. ممشى حلو قوي، في قعدات على اليمين وعلى الشمال. هنا بقى عاملين قعدات حلوه كده، الواحد يقعد ويتفرج على البحر. يعني الفود تراكس دي نفسها هي اللي عامله القعدات ديت، بحيث الناس تيجي تقعد على البحر كده وتستمتع باجواء البحر، تستمتع بالفيو، وفي نفس الوقت
تقعد تطلب مشروبات والاكل اللي هم عايزينه. دي الحمامات يا جماعه، وهنا في دش برضو عاملينه للناس عشان تستحمى على طول، ففي حمامات وفي دش على طول للناس اللي هتخش اللي تنزل البحر يعني، تيجي تستحمى وتنزل وتدخل الحمام هنا. هنا عاملين قعدات حلوه للناس، وهنا ده مطاعم بقى وكافيهات، بار وجريل للمشروبات والاكل وكده، نيجوا على البحر على طول، مستغلين يعني المنطقه صح. وهنا بقى في حاجات الواحد ممكن يشتريها كده، سوفينيرز وكده، اللي هو بورد ووك بلازا ده ممشى بقى كده، في بقى محلات على اليمين كلها، واحد لو عايز يشتري حاجات ليه، وفي كافيهات بقى وكده يعني. كل دول بقى يعني الخدمات للناس، وده سوبر ماركت يعني محلات بقى وكده، الواحد يشتري منها لبس، يشتري منها الحاجات اللي هو عايزها، يشتري منها اي حاجه. دي يا جماعه من الحاجات اللي انتم ممكن تعملوها في اوشيانو، ان تيجوا هنا على البحر، تنزلوا على الشاطئ ده اللي هو بيسمو بيتش، او تروحوا تعملوا اي تي في، تركبوا الاي تي في اللي هي الباجيز كده وتمشوا بيها في اماكن محدده كده. طبعا بيبقى شركات معينه هي اللي عامله الرحلات ديت، او تاخدوا العجله زي ما انتم شفتونا كده امبارح لما كنا موجودين في سان ساميان امبارح، لما شفنا الفقمات. دي حاجات اللي ممكن تتعمل هنا، او تروحوا بيج سير. وبيج سير ده اللي انتوا بيج سير ده هو في هناك بقى بتشوفوا مناظر طبيعيه يعني. هو الفكره كلها في الرحلات ديت ان انت بتروح نشوف التجمع البحر مع الجبال مع الاشجار والغابات ديت والطبيعه ديت، بيعملوا منظر جميل جدا في رائعه الجمال. فالواحد بيستمتع بالاجواء دي جدا، بيستمتع بالمناظر الطبيعيه ديت. فدي الحاجه اللي الواحد بيكون يعني بيحب يشوفها هنا في امريكا. وفي طبعا يعني مناطق كتير جميله هنا، طبيعه خلابه موجوده كتير هنا في امريكا، في كاليفورنيا يعني. فدي الاماكن الحلوه الواحد يطلعها يعني. السفريه دي احنا لما سافرناها، دي الاماكن الحلوه الواحد يتصور فيها صور حلوه، يحس فيها بالتدبر والتفكر كده والتامل كده في خلقه ربنا العظيمه. فدي من الحاجات الجميله الواحد يعني بيستشعرها هنا، ودي الحاجه اللي الواحد بيحبها هنا في امريكا. الجو بتاعها طبعا في كاليفورنيا هنا الجو جامد جدا، حلو قوي الجو، وطبعا الطبيعه جميله جدا. دي الواحد يتصور صور حلوه وصور يخلدها للذكرى يعني. فدي بتبقى حاجه جميله جدا يعني حقيقي. بصوا الذكاء، عجبتني قوي الفكره دي يعني. عاملين الناس قاعده، بس مش قاعده، حاطين لهم كمان خلاص يعني اللي عايز يقعد عارف ان هو هيلعب شطرنج يعني، قاعده للشطرنج على طول. ترابيزه عاديه ممكن الناس تبقى قاعده عادي، قاعده ان واحد ممكن يبقى قاعد عادي وفي نفس الوقت برضه يلعبوا شطرنج. ففكره جميله قوي بجد. بحب الافكار قوي اللي هي بتبقى من بره الصندوق دي، يستخدموا الحاجه بطريقه ذكيه بحيث ان هي تنفع الحاجتين، تنفع الواحد يلعب شطرنج في نفس الوقت برضه واحد يقعد كده عادي يشرب حاجه ياكل حاجه على الترابيزه ديت. ففكره حلوه قوي. او بتفكر الناس لما انت تكون حاطط شطرنج كده، تفكر الناس ممكن تلعب شطرنج. والشطرنج من الالعاب الحلوه جدا اللي بابا يعني ما شاء الله يعني محترف فيها، وكنت دايما بشوفه وانا صغير ان هو كان بيلعبها يعني. حبيت ان انا عايز كمان العب شطرنج يعني. مين بيعرف يلعب شطرنج يا جماعه يقول لي في التعليقات تحت. هي لعبه جميله جدا وبتنمي الذكاء يعني. وبرضه من الشطات التانية ممكن تعملها يا عزيزي وانت في اوشيانو، ان انت ممكن مثلا تأجر باجي اللي هو الاي تي في زي ما اتفقنا. ممكن تخيم كمان على الشاطئ، ممكن تركب بقى خيل وتعمل فيديو كليب حبيبي عاشق حر زي الطير شورت فان لو كاب. ممكن بقى تتزحلق على الميه او تركب الامواج. واحنا بقى راجعين بقى في الطريق عدينا على بحيره كده كان فيها بط. فتعال اقول لك برضو كام معلومه على البط كده سريعا. البط يا سيدي لما بينام بعين واحده بس، لان العين التانية بتفضل صاحيه عشان لو في اي خطر ولا حاجه. صوت البط ممكن يبقى شبه الضحكه كده. في انواع من البط بتسافر الاف الكيلومترات كل سنه عشان تهاجر او تدور على مكان تتجوز فيه. البط عندها ذاكره قويه جدا وممكن تفتكر الاشخاص. عمر البطه بيبقى من 5 ل 10 سنين، ولو اعتنيت بيها ممكن تعيش اكتر من كده. بيض البط مغذي جدا وساعات بيبقى فيه بروتين اكتر من بيض الفراخ. بس صراحه يعني ما نعرفش بقى اذا كان طعمه حلو ولا لا عشان احنا ما جربناهوش يعني. بس انت لو انت جربته قول لنا كده في التعليقات اذا كان طعمه حلو ولا لا عشان نجربه احنا كمان. وبعد ما خلصنا مدينه البط واحنا راجعين في الطريق كده، اكتشفنا المكان ده اسمه تورو كانيون بارك. بتخشوا كده في زي يعني مضايق كده صغيره حلوه جدا، طريق كده عاملينه حلو قوي وسط الاشجار. فتعالوا كده نستمتع مع بعض بالاجواء الجميله ديت ونتدبر ونتفكر في خلقه ربنا العظيم.
بعد ما خلصنا اكل في المكان الجميل ده واحنا راجعين في الطريق كنا جعانين قوي ومحتارين ناكل ايه، بس احنا كان نفسنا ناكل اكل بحري يكون معتبر يعني. فقعدنا ندور كده ونبحبش ولقينا المكان المناسب هو بويلينج كراب، لان هو شبيه لدامبا اللي موجود في دبي، واحنا كمان مشتاقين لدامبا قوي، واحنا كمان عملنا له يا سلام ولا اي كلام وحكينا كل تجربتنا بصراحه في المكان. الفيديو ده ان شاء الله هينزل هنا في القناه، فتاكدوا تشتركوا في القناه ومفعلين الجرس. وكده يبقى خلص الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معانا. اتمنى نكون احنا كمان غطينا كل حاجه تعملوها في اوشيان وبيج سير. لو في حاجه احنا ما قلناهاش يا ريت لو تشاركوها في التعليقات تحت عشان الناس تستفاد كمان من تجربتكم انتوا كمان. لو اول مره بتشوفونا فهي رنا وانا علي. لو الفيديو عجبكم لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.